صل على الحبيب. قلبك يطيب. فالصلاة على الحبيب مسك وطيب. الصلاة على الحبيب شمس لا تغيب. الصلاة على الحبيب شفاء بلا طبيب. بالصلاة على الحبيب تدعو وربك يستجيب. ومن صلى على الحبيب أبدا لن يخيب. وإذا ما ضقت بالعيش الكئيب فبادر بالصلاة على الحبيب. فما صلى الحزين عليه إلا أتاه الفرج القريب. فسمعون الصلاة على الحبيب. الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح الفل والورد والياسمين عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بدأت يومي كده، فتحت الشبابيك وشغلت القرآن وشغلت بخور ودخلت لبيتي طاقة إيجابية واستعذت بالله كده من الشيطان وبدأت يومي بقى. فطرت طبعا أنا والولاد وعملت لي كده كوباية نسكافيه تروق دماغي، ويلا كده ايه دخلت على السرير أرتبها. واهم حاجة بقى ايه، الاول بخرت البيت كده عشان خاطر ايه يعني يدينا كده يعني طاقة كده. تمام كده دخلت على غرفة ابني طبعا، زودت لهم الغطا لان الجو مش قادرة اقول لكم يعني برد وشتاء قد ايه. فيلا الحمد لله نحمد ربنا ونستشعر النعم اللي ربنا يعني مرضينا بيها، ونحمد ربنا على نعمة السقف والدفا والبيت. الحمد لله. ايا كان بيتك هو ايه يا قلب اختك احمدي ربنا عليه. فهماني؟ ضيق واسع، مش هو اللي انت عايزاه، احمدي ربنا احمدي ربنا وهيرضيكي والله العظيم بالصبر والدعاء كده هيرضيكي. ما تتخيليش انا قد ايه يعني استنيت قد ايه عشان خاطر يبقى عندي البيت ده، وحرمت نفسي من حاجات قد ايه، بس يلا الحمد لله. مش عايزه ادخلكوا كده ايه في مواضيع يعني وادخل لكم طاقه سلبيه. فالحمد لله كده قومي بقى اتنشطي وابدأي يومك كده، ما تبقيش كسلانه كده. قومي يلا يا كسلانه، قومي يا كسلانه انت وهي، يلا هاتي شرشوبتك ومقشتك ويلا تعالي تعالي ورايا. تمام كده خلاص كده. كنت كنست السجاده بالحافظه اللي حطاها له في الاوضه دي، وشلت بس الجزء اللي عند الباب كده لميت عليه الكنسه يعني، وكنسته ومسحته وظبطت له اوضته وخليتها له زي الفل. تمام. مش قادره اقول لكم يا بنات تقل البطانيه اللي انا بطبقها دي قد ايه، والله يعني انتوا بقى تتخيلوا الجو عندنا عامل ازاي. فيلا الحمد لله. كل سرير كده حطيت عليه لحاف وبطانية تقيلة، ولسه كمان احنا هنزود كمان غطا. فاهماني؟ يلا يا قلب اختك الحمد لله. قومي كده اتنشطي وشوفي بيتك ايه اللي عايز يتعمل فيه. ربنا يا رب يدينا الصحة ويقوينا ويخلينا لولادنا ونقدر نخدمهم ويعيننا على طلباتهم. الحمد لله رب العالمين. بس كده خلصت الغرف وطلعت الريسبشن بره، مشيت بالمكنسة كده على على السجاد اللي بره كله. فهماني؟ هي الدنيا تمام يعني كويسة، بس الجزء اللي عند الباب بصراحة يعني ما كنتش شلته، فهوريكم دلوقتي هيطلع منه ايه. احنا عندنا في الشوارع اللي قريبة من البحر هنا، الشوارع الجانبية رملة، يعني رمل زي رمل يعني رمل البحر كده. فتعرفوا اللي طالع واللي نازل، يعني مش قادرة اقول لكم على الرملة الصفراء اللي بتبقى موجودة ورا باب الشقة او قدام باب الشقة. قدام باب الشقة ده عايز يتمسح يوميا. انا زي ما قلت لكم ان الحارس بيعمله كل اسبوع، بس بجد يعني عايز دايما يتعمل. فاهماني؟ فطبعا احنا مش بندخل بجزم او بشباشب او كده، بس اهو بصوا ده الجزء اللي ورا الباب، يعني الكرسيين والترابيزة دول بحطهم. الترابيزة دي طبعا حطها عشان اللي داخل واللي طالع ومفاتيحه وكده. عملت العلاقة اللي ورا الباب الشقة دي ما استحملتش المفاتيح بصراحة، مفاتيحنا كتير كل واحد معاه مفتاح طبعا. ف يعني اخدت المفاتيح ووقعت. فالترابيزة دي بنحط عليها مفاتيحنا وموبايلاتنا وكده واحنا جايين من بره. فاهماني؟ ده المنظر ده كده تحت. الشقة التانية اللي هناك اللي كانت في بيت العيلة كان في يعني عند باب الشقة كده في اللي هو الكنسول اللي بمراية ده، عارفينه طبعا. بجد كان تحفة ومدي شكل حلو قوي للشقة. اول ما تدخلي كده من باب الشقة
مرايته كبيرة، يعني نازلة هتظبطي لبسك كده بس ما نفعش بصراحة يعني اشيله، ملوش مكان في الشقة دي. هو شكله حلو وتحفة بصراحة، فنفسي اعمل حاجة يعني قريبة منه حتى ما تاخدش مكان. بس يلا الحمد لله، الله المستعان. بس يا حبايبي، فعملت كده كنست السجاد واخدت الحتت الفاضية كلها بقى، يعني حتت الفاضية اللي في الشقة كلها. وطبعا يا بنات كل حتة بمسحها برجع اشطف الشرشوبة كويس قوي، وبرجع برضو احطها في الجردل اللي فيه مية وكلور او مية وديتول، مية وفنيك، مية ومعطر، اي حاجة بتحبي تسيقي بيها بحطها مع مية التسيق يعني. بشطف الشرشوبة وبرجع احطها تاني في الجردل واعصرها، وارجع امسح تاني الحتة اللي بعدها. يعني مش الشرشوبة يعني بتفضل على يعني من مرة واحدة بمسح بيها المكان كله، لا طبعا. وزي ما قلت لك طول الشرشوبة ما هي مش نضيفة هتحسي بزفارة بعد ما تخلصي مسح. تمام كده خلصت الشقة ومسحته ووضبته وخليت بره زي الفل، وطبعا فاتحة الشبابيك ومشغلة القرآن وكده، ودخلت بقى ايه على المطبخ. بصوا بقى يا بنات الخضار بتاع الشتا وجماله، بجد اجمل حاجة في الشتا شكل الخضار، تحفة وبيبقى متوفر والحمد لله، بيبقى يعني فيه قيمة غذائية عالية جدا. جبت سبانخ، بصوا يا بنات وهي لسه سليمة كده بشطفها وبحطها على فوطة كده على صينية تنشف، وبرجع ايه اخرطها، هخرط الكمية كلها وعليها حزمة كزبرة. تمام، ما تخرطيش وترجعي تشطفي لانك هتفقدي القيمة الغذائية اللي في السبانخ كلها. حتى خضرة المحشي كمان انا بشوف ناس بتخرطها وبعد كده بترجع تشطفها في مصفى، لا كده انتي بتضيعي القيمة الغذائية بتاعتها. الخضار وهو سليم كده بتغسليه كويس وترجعي تقطعي. تمام يا قلبي. طبعا انا عارفه انتوا كلكم ستات بيوت شطار وبتعرفوا تعملوا كل حاجه، بس يعني انا بوريكم يومي ماشي ازاي، وفي نفس الوقت لو اختي لسه يعني سنه اولى جواز زي ما بيقولوا ومحتاجه توصل لاي وصفه وقابلت وصفتي بالصدفه يعني بتاخد منها فكره. واحنا بندي بعض افكار على فكره يعني. ساعات ببقى محتاره اعمل اكل ايه، اشوف مثلا حد معين متابعاه عامل اكله معينه، عامل وصفه معينه فبعملها. فاهميني؟ يعني انا نفسي بجد كده حد يديني كتالوج آه، يعني كل يوم يقول لي اعملي حاجه، لان بجد حيرة الاكل كل يوم دي. فالحمد لله، وفي نفس الوقت نحمد ربنا على مطبخنا وعلى عيشتنا وعلى حياتنا، ونحمد ربنا ان احنا يعني ربنا مدينا ومرضينا وبنعمل لولادنا اللي نفسهم فيه. تمام يا قلب اختك كده. صفرت بصلايه كده عامله من غير لحوم ولا سمين ولا اي حاجه النهارده خالص الخضار. والفراخ جايبه بس كده ايه يعني وراك يعني على قد كده، إيه يعني على قد ما هناكل كده، مش يعني ما كترتش عشان ما فيش حاجه تقعد. تمام. السبانخ صفرت بصلايه كده ونزلت بمعلقه بعد ما صفرت شويه نزلت بمعلقه توم، ونزلت بعديها بمعلقه صلصه كده قلبتها تقليبه عشان الماده الحافظه اللي فيها تروح. تمام. ونزلت عليها بكيس طماطم من اللي احنا كنا مفرزينه سوا، سبته يفك كده ونزلت عليه. نزلت بكمية السبانخ كلها ومعلقة سكر يا بنات عشان الحموضة بتاعة الطماطم. نزلت بكمية السبانخ كلها، طبعا مش هينفع اقلبها على طول فبغطي عليها دقيقتين 3 كده تقل كده، بعرف اقلبها كويس. بس ونزلت بكبشتين شوربة كده من بتاعة الفراخ بس. ما عندكيش شوربة شوية مية تزودي عليهم بس على الطماطم وخلاص، تسيبها تستوي كده جنبك. كده الفراخ استوت وطفيت عليها والسبانخ معايا هي برضو على النار، وهعمل شوية رز بشعرية مش هياخدوا معايا اي حاجة، معلقة سمنة على زيت، ونزلت بحبة شعرية ونزلت عليهم بكوباية رز او كوبايتين على حسب ما انت يعني عدد افراد اسرتك. وتقلبي كده تغلفي الرز بالمادة الدهنية برضو عشان يبقى مفرفر معاكي كده وزي الفل. وتنزلي عليهم بقى ايه بالمية، يعني بتسيبي قيمة عقلة صباع كده فوق الرز بس.
والملح وخلاص. تمام يا قلبي. بس غطيت عليه كده، وهعمل برضو شوية لسان عصفور. انتوا عارفين في البرد دوت والشتا ده يعني الشوربة يعني لازم تحطي بقى شوية لسان عصفور كده، شوية شعرية، عشان الولاد يرضوا يشربوها. لما بتبقى فاضية كده ما بيرضوش يشربوها بصراحة. فيلا الحمد لله. وانتي بتتفرجي كده يا قلب اختك ما تنسيش تنزلي تكتبي لي كومنت قمر كده منك يشجعني، ولايك واشتراك. انا بجد بفرح من كومنتاتكم، لما بلاقي حد فيكم كاتب لي كومنت قمر كده يشجعني بجد بتبسط قوي، وبتدوني كده يعني. هي القناة مش عايزة تتحرك الحمد لله، فساعدوني كده اكمل ال1000 مشترك يا بنات، انتوا قدها يعني. بس كده حمرت بقى الفراخ على قد اللي هياكل بس، والحمد لله. غرفت يا بنات الرز اهوت، ولسان العصفور والسبانخ، وزي ما قلت لكم حمرت على قد اللي هياكل بس. ربنا يدومها علينا نعمة يا رب، واحفظها من الزوال. بصوا شكل الاكل، بسم الله ما شاء الله، سخن اللهم بارك. ما تنسينيش بلايك واشتراك يا قلب اختك. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات. بحبكم جدا.